اسم المسلسل ممكن يكون اتفهم بشكل بسيط، لكن وراه معنى عميق وجميل جدا. عنوان المسلسل مستوحى من المثل الإنجليزي: عندما تمنحك الحياة ليمونا اصنع منه عصير ليمون. وده بالمناسبة اسم المعنى اللي كان مصدر الإلهام ورا اسم القناة، بمعنى عندما تمنحك الحياة ظروفا صعبة حاول أن تحولها إلى شيء جيد. ولكن الكوريين كالعادة بيحبوا يربطوا الأشياء بثقافتهم وهويتهم في أعمالهم. بدل الليمون استخدموا اليوسفي، لأن أحداث المسلسل بتدور في جزيرة جيجو الكورية، وهي جزيرة مشهورة بزراعة اليوسفي. وهنا المعنى بيختلف شوية: عندما تعطيك الحياة ثمار اليوسفي، عندما تمنحك الحياة ما هو جزء من واقعك بكل ما فيه من صعوبات وتحديات، حاول أن تصنع منه حياة تستحق أن تعاش. عندما تمنحك الحياة ما كتب لك من موقعك الجغرافي، من الألم، من الحزن، لا تتمنى حياة أخرى، بل اصنع من حياتك معنى. وده بالظبط اللي بيجسده المسلسل. كل ضياع، كل خسارة، كل حلم ضاع، دايما في بداية جديدة وفي أمل جديد. ازيكم؟ أنا نيهان، وده بودكاست لمنادى. عملت البودكاست ده عشان أساعد البنات إنها تطور من ذاتها ونفسها بعيدا عن التنمية البشرية المزيفة. ودي سلسلة المسلسلات الكورية. هدف السلسلة إن إحنا نختار مسلسل كوري نحكي عنه ونناقش تفاصيله، استفدنا إيه منه، وهل في رسالة بتستحق المشاهدة ولا لأ. والنهاردة هنناقش مسلسل عندما تعطيك الحياة ثمار اليوسفي. من أجمل الأمور اللي ناقشها المسلسل تصحيح مفهوم بر الوالدين. لما نيجي نشوف أم البطل وهي بتتعامل مع مراته بشكل سيء جدا وبطريقة مؤذية، كان رد فعله ما كانش قايم على إنه هو يرضي أمه لمجرد إنها والدته، لكنه اختار إنه يحمي مراته ويدافع عنها. حتى كمان عجبني إنه كان واعي جدا ورد عليها وقال لها إن المفروض إن اللي يديك الحنان ده ويهتم بيك من الأول هو جوزك مش أنا. يعني ببساطة مشكلة الأمهات إن هم بيتربوا في مجتمع ذكوري، يعني الست بتتجوز راجل عمره ما قال لها كلمة طيبة ولا عاملها بحنان ولا بمودة ولا برحمة، فبالتالي بتشوف ابنها الراجل تعويض عن فشلها في جوزها، فبتبدأ تشوف إن ابنها هو جوزها، فبتشوف مراته على إنها ضرتها وعدوتها. وده شفناه في نموذج بنتهم لما كبرت وارتبطت براجل كانت عندها نفس المشكلة دي مع ابنها، وهي التعلق المفرط، اللي هو أنا أمك وهختار لك كل حاجة في حياتك وهتحكم بيك. وفي الآخر انتهى بيه الأمر وبقى إنسان تعيس جدا، لأنه ما تعلمش إزاي يكون إنسان مستقل ويعمل حدود بينه وبين والدته. وده خلانا نشوف الفرق بين أبوها وبين حبيبها الأولاني. وده هيودينا لنقطة مهمة جدا، وهي نقطة النضج العاطفي في تربية الأب لبنته. الأب بيكون أول راجل في حياة بنته، وبناء على تصرفاته وطريقة تفكيره ومعاملته معاها ومع طريقته في احترام أمها، هي بتشوف فيه نموذج الرجولة وبيتبني عندها أول صورة للعلاقة العاطفية. وده لاحظناه في شخصيتها، بالرغم من إنها وقعت مع الراجل الغلط في البداية وطلع ابن أمه، وبالرغم من إنها بتحبه إلا وإنها رفضته في النهاية وعرفت تعمل حدود وتنهي العلاقة. ليه؟ لأن هي شافت نموذج لأبوها، الأب اللي عرف يوازن ما بين علاقته بوالدته وعلاقته بمراته. وبالرغم من إن والدته كانت بتهين فيها وبتضربها، إلا إن هو بعد عن أمه وبنى حياته وأسرته وحافظ عليها، وفي نفس الوقت ما فقدش احترامه لوالدته. وده بيثبت لينا إن الوعي اللي بنزرعه في ولادنا من صغرهم وطريقة تربيتنا ليهم بيأثر على اختياراتهم وعلاقاتهم طوال حياتهم. وعشان كده لما واجهت نفس المشكلة في علاقتها قدرت تميز بين الحب والتعلق، وبين الشريك الحقيقي والشخص اللي لسه مش قادر يستقل عن والدته. ومش بس كده، كمان أكتر حاجة عجبتني في التعامل مع بنتهم هي إنهم ادوها مساحة للخطأ. لأن كتير من الأهالي بيحاولوا يحمي أولادهم من أي تجربة مؤلمة، فبيتدخلوا في اختياراتهم ويمنعوهم بالإجبار. لكن أحيانا الإنسان ما بيتعلمش غير لما يعيش التجربة بنفسه. أهلها بالرغم من إنهم كانوا متضايقين من حبيبها واختيارها ليه، إلا إنهم ادولها مساحة إنها تختار وتجرب وتغلط. في نفس الوقت كانوا موجودين كدعم وسند، مش كسيطرة وتحكم. وده فرق كبير بين إنك تحمي ابنك أو بنتك وبين إنك تتحكم في حياتهم. هم زرعوا جواها القيم اللي تخليها هي بنفسها تعرف تميز بين الصح وبين الغلط. وده بيرجعنا لنقطة مهمة جدا في التربية: هدفنا مش إننا نربي أولاد عمرهم ما يغلطوا، لأن ده مستحيل. الهدف إننا نربي إنسان يفرق بين التضحية
وإلغاء نفسه، بين احترام الآخرين وبين التنازل عن حقوقه. عايزة أقول اعتراف صغير إني أنا حسيت بالغيرة اتجاه بنتهم المدللة اللي متدلعة من أبوها وأمها، اللي ضحوا عشانها في إنهم يبيعوا البيت وإنها تتعلم وتسافر وتحقق أهدافها وطموحاتها، في نفس الوقت بتشتكي طول الوقت وبتعيط. مش بس كده، كمان رد فعل أهلها اتجاه عياطها والشكوى هو الاحتواء. أيوة يا جماعة، هو ده الدور الصح للأب والأم. دور الأهالي مش إنهم يخلفوا ولاد عشان يحملوهم فوق طاقتهم ويفرغوا فيهم مشاعرهم السلبية طول الوقت. الغريب إن مجتمعات كتير اتربت على تبديل الأدوار، إن الأبناء يكونوا هم الأهالي والأهالي يكونوا هم الأبناء، وده شيء غلط. حتى لو جينا سألنا نفسنا إمتى آخر مرة اشتكينا وعبرنا عن مشاعرنا لأهالينا وهم سمعونا بجد وهونوا علينا، هتلاقي إجابة معظمنا إن كتير مننا اتعودوا يكونوا هم الطرف اللي بيسمع وبيدعم بدل ما يكونوا الطرف اللي بيتم دعمه أو بيتم احتوائه. يعني حبيت جدا دور الأم في احتواء بنتها في تعبها في مرضها، واحتواء أبوها ليها لما انفصلت عن حبيبها. محدش فيهم علّ عليها أو قلل من مشاعرها. يعني معظم الأهالي دايما عندهم تعلية المشاعر على أبنائهم، اللي هو انتوا شفتوا إيه في الحياة عشان تزعلوا، عشان تتضايقوا؟ طب ما أنا شايلة وتعبانة أكتر منك. بعض الأهالي بيقعوا في فكرة مقارنة الألم، كأن تعبهم يلغي تعب أولادهم، لكن الحقيقة إن المشاعر مش مسابقة، ومش لازم الإنسان يمر بنفس كمية الألم اللي مر بيها غيره عشان يكون من حقه يزعل أو يتعب. دور الأهل مش إنهم يثبتوا لأولادهم إن حياتهم كانت أصعب، لكن إنهم يكون المكان اللي الابن يحس فيه إن مشاعره مسموعة ومقبولة. لأن الطفل لما بيلاقي إن حزنه بيتقابل بالتقليل أو المقارنة، ممكن يتعلم إنه يخبي مشاعره بدل ما يفهمها ويعبر عنها. لكن لما يلاقي الاحتواء من أهله، بيتعلم إن مشاعره مهمة وإنه يقدر يواجه صعوبات الحياة وهو عنده إحساس بالأمان. والنقطة دي خلتني أسأل لنفسي سؤال، إن لما بنتهم كانت بتتضايق من اختيار أمها لأبوها عشان هو فقير، وده طبعا رد فعل طبيعي لينا كبشر. مفيش حد بيتولد في عيلة فقيرة إلا وفي أوقات بيحس بيها بخنقة أو زهق من الفقر، بس في نفس الوقت أهلها فعلا تعبوا عشانها. يعني المشهد لما أبوها كان بيمضي على استمارة موت ابنه كانت إيده متشققة من التعب والشغل، لما أبوها قبل على نفسه الإهانة في الشغل عشان يأكل أهله ومراته وهي حامل وتعبانة. هنا في سؤال، هل في حالة زي دي ضروري إن الأهل يفهموا ولادهم هم قد إيه تعبوا عشانهم، ولا الأفضل إن التضحية تفضل تضحية من غير ما تتحول لحمل وشعور بالذنب على الأبناء؟ وأنا هنا بتكلم عن الأهالي اللي فعلا ضحوا، أنا مش بتكلم عن الأهل اللي كان في إيديهم يعملوا حاجة لولادهم وما عملوش، أو أهل اختاروا التقصير وبعدين استخدموا كلمة ضحينا كحجة. أنا هنا بتكلم عن نوع تاني من الأهالي، أهل فعلا عملوا أقصى اللي يقدروا عليه حسب ظروفهم. يمكن الإجابة في التوازن. من حق الأبناء يعرفوا إن الحياة اللي وصلوا ليها كان وراها تعب ومجهود وتضحيات، لأن ده بيعلمهم الامتنان والتقدير. لكن في نفس الوقت مش المفروض إن الأهل يستخدموا تعبهم كوسيلة لإسكات مشاعر أولادهم أو منعهم من التعبير عن احتياجاتهم. يعني ممكن نقول إحنا تعبنا عشان نوفر لك الأفضل، لكن من غير ما يكون معناها إحنا تعبنا يبقى مش من حقك تزعل أو تطلب. لأن الطفل ممكن يكون ممتن لتضحيات أهله وفي نفس الوقت يكون عنده مشاعر وأحلام واحتياجاته الخاصة. وده من أجمل الحاجات اللي ناقشها المسلسل، إن الحب الحقيقي بين الأهل والأبناء مش مبني على حسابات مين ضحى أكتر، لكنه مبني على الفهم والامتنان والرحمة بين الطرفين. وده هيودينا لنقطة بتثبت لنا إن المسلسل ده فعلا واقعي، وهي تمييز الأهل في ولادهم. أكتر حاجة الصراحة ضايقتني في المسلسل هو إهمالهم لابنهم، كمان معاملة أهل القرية لابنهم إنه مقصر في أهله وبيعامل أهله وحش. وده في رأيي بيكشف نقطة مهمة جدا، وهي إن المجتمع أحيانا بيحاسب الإنسان على النتيجة لكنه ما بيبصش دايما على الأسباب. يعني تخيل إنه طفل يكبر وهو مش واخد كفايته من الاحتواء والاهتمام، ويتعلم إنه يخبي مشاعره ويعتمد على نفسه، وبعد كده لما يكبر ويظهر تأثيره ده على شخصيته أو علاقاته، الناس تقوله أنت السبب، أنت المستهتر، أنت مش مقدر أهلك. أكيد الإنسان مسؤول عن اختياراته لما يكبر، ومش معنى إن حد اتأذى في طفولته إنه مش مسؤول عن إصلاح نفسه، لكن في نفس الوقت
النضج الحقيقي إننا نفهم إن التربية بتترك أثر، وإن الشخص البالغ هو نتيجة لتجارب عاشها وهو صغير. وده اللي خلاني أشوف إن المسلسل كان واقعي جدا، لأنه ما قدمش عائلة مثالية، قدم عائلة فيها حب كبير وتضحيات حقيقية، لكن فيها كمان أخطاء بشرية، لأن ممكن الأهل يحبوا أولادهم جدا ويضحوا عشانهم، وفي نفس الوقت يجرحوا واحد منهم من غير ما يقصدوا. كمان شفنا نموذج الأب اللي بيحاول يصلح أخطائه مع عيلته بس بعد فوات الأوان، نموذج الراجل اللي كان عنده المال والقدرة إنه يوفر حياة مادية مريحة، واللي في البداية كان يبدو كأنه الاختيار الأفضل لأنه بيملك كل مقومات الحياة السهلة واللي كانت البطلة هتتجوزه في الأول. بس شفنا قد إيه إن هو إنسان متغطرس مستهتر بيستخدم المال بس عشان لإشباع رغباته. كمان كان بيخون مراته مع ستات كتير وبيضربها زي ما كان بيضرب البطل عشان هو شغال عنده، ووقتها مراته جت أخدت حق جوزها منه. الصراحة بحب المشهد ده جدا. المسلسل وضح لنا فكرة إن الإنسان لما بيكون عنده سلطة أو مال ده مش هيصنع منه شخصية، ولكنه هيكشفها. المشكلة مش في الفلوس، ولكن الفلوس هي اللي كشفت اللي جواه. والمشكلة الأكبر إن لما الأب ده كبر وحاول يصلح الأخطاء اللي عملها زمان في ولاده، وقتها رد فعلهم كان جاف جدا، لأن تصليح أخطائه فات عليها الأوان. وده بنشوفه في الواقع كتير، نلاقي أهل بعد ما دمروا حياة ولادهم بسبب الإهمال أو القسوة يرجعوا يحاولوا يقربوا منهم لما يكبروا، يلاقوا إن أولادهم مش متقبلين ده. عشان كده الاهتمام بالأبناء مش بس توفير أكل وتعليم واحتياجات مادية، لكنه كمان حضور واحتواء. المسلسل ورانا إن امتلاك المال لا يعني بالضرورة امتلاك حياة سعيدة، وده هيودينا لنقطة اختيار شريك الحياة. الحياة معروف إنها فيها ضغط ومشقة وتعب وضغوطات وفقر وتحديات، بس تخيلوا إنكم تواجهوا كل ده مع شخص بيسهل الحياة عليكم مش بيصعبها، شخص بيدعمكم ويقف جنبكم وبيهون عليكم تعبكم. الحياة كده كده متعبة مهما اختلفت ظروفنا، بس الأهم من ده هو إن إحنا كنساء نختار راجل ناضج، راجل يعرف يحتوي، راجل يشيل مسؤولية ويسهل الحياة علينا مهما كان في فقر أو تعب. وده ظهر في نموذج البطل، إنه كان فقير ماديا لكنه غني جدا في طريقة حبه، طريقة احتوائه لأهله ومراته وبنته. هو ما كانش الراجل اللي بيمنع عنهم صعوبات الحياة، بس كان نموذج الأب والزوج اللي يخليهم يحسوا إنهم مش لوحدهم في مواجهة الصعوبات دي. وعشان كده اختيار شريك الحياة مش بس اختيار شخص نحبه، لكنه اختيار الشخص اللي هنمشي معاه في رحلة الحياة. وده هيودينا لسؤال مهم جدا، هل الفلوس هي كل حاجة؟ مهم جدا نفهم إن المسلسل ما أنكرش أبدا إن الفلوس مهمة. المسلسل ما قدمش الفقر على إنه شيء رومانسي، ولا قال إن الحب لوحده يقدر يحل كل مشاكل الحياة. بالعكس، إحنا شفنا قد إيه قلة الفلوس كانت سبب في تعب وضغط ومعاناتهم، وقد إيه الاستقرار المادي شيء مهم عشان الإنسان يقدر يعيش بكرامة. لأن الحب ما بيلغيش مسؤوليات الحياة، ومهما كان الشخص محب ومخلص فهو مازال في احتياج للمال. لكن الرسالة الأعمق للمسلسل كانت إن الفلوس جزء من الحياة مش الحياة كلها. يعني الفلوس مهمة لكنها مش كفاية لبناء علاقة ناجحة أو بيت سعيد. الإنسان بيحتاج مع الفلوس شخص عنده رحمة واحتواء ومسؤولية وشعور بالآخر. وده من أجمل الأشياء اللي ناقشها المسلسل، إنه ما أجبرناش على الاختيار بين الحب والمال، لكنه فهمنا إن الحياة بتحتاج الاتنين، تحتاج شخص يسعى ويوفر ويحاول، وفي نفس الوقت نحتاج شخص بيحسسنا بالأمان وإحنا بنواجه صعوبات الحياة. لأن الهدف مش إن إحنا نختار شخص فقير لأنه بيحبنا، ولا شخص غني لأنه هيوفر لينا حياة مريحة. الهدف إننا نختار إنسان متوازن يعرف قيمة المسؤولية وقيمة الحب في نفس الوقت.